كنت ماشي بالتاكسي على طريق زراعي، لقيت راجل مسن بيوقفني وركب معايا في الكرسي اللي ورايا. سألته: انت رايح فين يا حاج؟ قال لي: عندي إعادة كشف عند الدكتور يا ابني، واستأذنت من الشغل ومشيت بدري علشان أكشف. وأنا يا ابني ما ينفعش أغيب من الشغل، لو ده حصل صاحب الشغل هيطردني. قلت له: هو حضرتك بتشتغل إيه يا حاج؟ قال لي: قبل أي حاجة عاوزك تحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. المهم الحاج قال لي: بعد ما طلعت على المعاش اضطريت اشتغل في مصنع للورق، لان المعاش يا ابني زي ما انت فاهم يا دوب بيكفي الايجار بالعافيه، والفلوس اللي بقبضها من المصنع بصرف فيها على نفسي. قلت له: انا اسف في السؤال يا حاج، بس عيالك فين يا حاج؟ قال لي: يا ابني ولادي ربنا يجازيهم بقى، بعد ما كبرتهم وعلمتهم وجوزتهم سابوني وتخلوا عني، نسوا ان لهم اب وكل واحد عايش حياته، يلا ربنا يصلح حالهم. قلت له: طب وزوجتك يا حاج عايشة؟ قال لي: مراتي ربنا يرحمها ماتت من 10 سنين، كنا عند الدكتور بكشف لأن نفسيتي كانت تعبت بسبب أفعال ولادنا، لأنهم ناسينا ورامينا كده وما بيسألوش فينا، وفجأة بدون أي مقدمات حصل ماس كهربائي. الموضوع كله حصل في خلال لحظات. العيادة كانت عبارة عن جمرة نار، كنت سامع صوت صريخ واستغاثات المرضى، وفي لحظة مراتي ضاعت من إيديا وماتت. ومن بعد موتها بقيت بخاف من الوحدة، علشان كده بحب أتعرف على ناس وأقرب منهم. بفرح أوي لما حد يسألني ويتكلم معايا، وبالذات لما يتكلم معايا عن مراتي. كانت الله يرحمها دايما تقول لي إننا هنموت لوحدنا ومحدش هيعرف عننا حاجة، وللأسف اللي هي كانت بتقول عليه حصل. بس تعرف يا اسطى، أنا قلت لها: عشنا منسيين، لكن فيما بعد هنلاقي ناس جت معانا ومش هنحس بالوحدة تاني. أنا صدعتك يا اسطى، أنا عارف، معلش اعذرني، بس زي ما قلت لك أنا بحب أفضفض شوية. قلت له: لا خالص والله يا حاج، أنا بسمع لك، بس بجد أنا متضايق لحالتك. ربنا يبارك في عمرك يا حاج ويرحم زوجتك يا رب ويهدي ولادك، ويا ريت تعتبرني ابنك، واي حاجه انا تحت امرك فيها يا حاج. ربنا يخليك بجد، انت فرحتني جدا، انا ارتحت لك علشان كده فضفضت معاك يا اسطى. انا اسمي حسين عبد المجيد. فضلنا نتكلم طول الطريق ووصلت لمكان العياده اللي قال لي عليها. كانت في منطقه هاديه جدا، كانت في عماره دور ارضي. الحاج نزل من التاكسي وطلب مني ادخل معاه عند الدكتور. بصراحه انا كنت متردد شويه، بس طبعا ما حبيتش ارفض طلبه. قلت له: حاضر يا حاج، من عينيا، هركن التاكسي وادخل معاك. على ما ركنت التاكسي كان دخل العيادة، وقبل ما ادخل لقيته شاور لي وهو بيضحك كده وقال لي: تعالى يلا. في اللحظة دي انا جالي تليفون من البيت، مراتي بتقول لي: في مشكلة ولازم تيجي حالا. كنت في حيرة، ادخل العيادة مع الراجل الكبير ولا اسيبه وارجع البيت؟ وبصراحة كنت قلقان جدا بعد مكالمة مراتي، وخصوصا انها قفلت بسرعة وحتى ما فهمتنيش ايه اللي حصل. المهم ركبت التاكسي واتحركت بسرعة، ولما وصلت البيت نزلت من التاكسي وبالصدفة لمحت ورقة في الكرسي اللي ورايا، لقيتها روشتة باسم حسين عبد المجيد ومكتوب اسم الدكتور. لكن الغريبة ان ميعاد الإعادة كان يوم 6/5/2009، يعني من 10 سنين. بقيت مستغرب ومش فاهم حاجة. المهم انا كبرت دماغي واي تفكير كان بيجيني كنت بطنشه. طلعت البيت والحمد لله كان الموضوع بسيط، بس في فضول جوايا فضلت افكر في التاريخ اللي مكتوب على الروشتة، وافتكرت الكلام اللي دار بيني وبين الراجل المسن، وتحديدا لما قال لي انه كان موجود مع مراته عند الدكتور من 10 سنين. يعني لما نيجي نحسبها كانت سنة 2009 وحصل ماس كهربائي في العيادة، الناس كلها ماتوا وزوجته ماتت. هو ممكن يكون لا 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 لا، اكيد لا، اكيد لا، يعني الافكار دي لا لا لا. اعتقدت حاجة تانية خالص، وعلشان اقطع الشك باليقين فتحت اللابتوب ودخلت على النت وبحثت عن ماس كهربائي في العيادة اللي مكتوبة ديت اسم الدكتور اللي موجودين في روشيتا. فضلت متنح لمدة 5 دقايق كاملين لما لقيت أخبار في مواقع كتير بتتكلم عن الحادث ده بالذات، وإنه بالفعل حصل حريق في سنة 2009 في عيادة الدكتور ده نتيجة ماس كهربائي. بس الصدمة بقى لما عرفت إن مكان العيادة اللي اتحرقت كانت في نفس العمارة اللي الراجل المسن دخل فيها. والأغرب إن تاريخ الانفجار كان نفس التاريخ المكتوب في الروشتة اللي كانت موجودة في التاكسي. والمرعب أكتر لما بحثت في أسماء الضحايا لقيت من ضمنهم حسين عبد المجيد. ويفضل السؤال اللي مليان رعب: لو كنت دخلت العيادة مع الحاج حسين كان هيحصل لي إيه؟ تصبحوا على خير.